ومع العودة للشأن المحلي كده أخيرا، أول طلب رسمي من النادي الأهلي للفريق العربي القطري عشان خاطر يزن نعمات نحاول إن احنا نتعاقد معاه بأي طريقة في يناير اللي جاي دوت في مركز راس الحربة. طيب بصوا يا جدعان، عشان أكون معاكم صريح، أنا في صفقات كده معينة أنا مش بتفائل بيها، وفي نفس الوقت بحس إن هي واخدة هايب كبير قوي قوي، وفي نفس الوقت بدائل أحسن. يعني بمعنى تاني، انت عندك الراجل المحترم دوت العربي القطري ان قال لك لا، هتضطر ان انت تفسخ الشرط الجزائي بتاعه اللي هو عامل 1.5 مليون دولار. الرقم مش قليل على فكره. الناحيه التانيه كان عندك ابراهيم ديبي، على فكره كان عامل 2 مليون دولار مش اكتر، كان فرق 500 الف بس. بس ابراهيم ديبي اللي انا بكلمك عليه دوت السنه اللي فاتت كان هداف الدوري المؤتمر الاوروبي، ده رقم واحد، ده بادئ انزي بدء بس. وفي الناس تانية على الساحه احسن على فكره وافضل بكتير، بس هو عشان الراجل الى الان متالق تالق كبير جدا مع الاردن، وتقريبا المرتب بتاعه على قد ايدك، فانت عشان كده بتجري وراه، بتجري ورا الصفقه ديت بطريقه غير مباشره. زائد ان هو عربي فسهوله التعامل مع الفرقه ليها 100,000 حسبه وحسبه. ده اول خبر ومع اول صفقه. لسه في صفقه كمان، حامد حمدان. حامد حمدان برضو الاهلي ارسل اول طلب لنادي بتروجيت، وانهى جميع الاتفاقات الشخصيه كمان مع اللعيبه. موضوع ان حامد حمدان دوت كده ان هو خلاص على اعتاب الاهلي ملوش يعني ملوش معنى غير حاجه واحده، ان ديانج بره. انسى ان ديانج يكمل وحامد حمدان موجود، عشان انت مش هتجيب ديفندرين في نفس المركز، وانت مش هتروح تجيب حامد حمدان تقعده دكه. بس هو بس في سؤال غريب شويه يعني. انا واحد من الناس ما بحبش مزايده اللاعب على النادي، بس في لعيبه نوعا ما تستحق. ما تجيش تيجي تقول لي ان حامد حمدان هيعوض الي ديانج. انسى انسى يا باشا، انسى. مع احترامي الكامل بقى لاي شيء، انا مش ماليش دعوه، انا ما اعرفش اللاعب شخصيا ده اكيد، ما فيش اي حاجه ما بيني وما بينه يعني بغض النظر عن، بس انت بتتكلم عن الي وديانج. انا وانت بنتكلم على ديانج. ديانج حرفيا يشيل خط النص بطوله. يعني انت هتحتاج ايه تاني اكتر من مثلا من مروان عطيه وامام، ولا بين رمضان وامام، وبترمي ورا ديانج وشكرا يا باشا، بنقفل الباب خلاص يعني. اي هجمه مرتده عليك انت بتقفل الباب ده، بتقفله نهائي. ما اظنش ان حامد حمدان بنفس الكواليتي بتاعت علي وديانج. انا اتمنى ان هو يجي، واتمنى ان هو يبقى ممكن مستواه يعني هو مستواه الحمد لله نوعا ما مش اللي هو واو، وفي نفس الوقت مش اللي هو في الارض خالص، هو مستوى متوسط جدا. اتمنى يبقى رايي غلط، اتمنى ان الراجل يفير جدا معانا، اكيد اتمنى له الخير، لانه هو هيتحسب علينا لعيب محلي مش لعيب اجنبي اساسا، بسبب ان هو فلسطيني، والاتحاد المصري بيقدر الفلسطيني هم لعيبه محليه مش اجنبيه. بس يا صاحبي دي اخبار الاهلي لغايه النهارده. وصلنا مع المرحله دي، متنساش لايك كومنت فولو.